من أعظم الشخصيات عبر التاريخ، وقرر توسيع إمبراطوريته نحو الهند. قصتنا بتبدأ مع أحد أعظم الشخصيات عبر التاريخ، وهو الإسكندر الأكبر. الإسكندر يعتبر أحد حكام مقدونيا. ولد الإسكندر في عام 365 قبل الميلاد بمدينة اسمها بيلا. وعندما بلغ الإسكندر عامه 12 قام والده بإهدائه حصانا جميلا. وبعدها بعام بدأ الإسكندر في تعلم العلم من أحد أشهر الفلاسفة على مر العصور، والفيلسوف اليوناني أرسطو. بعدما كبر الإسكندر وأصبح أميرا، بدأ في المشاركة في الحروب التي كان يخوضها والده. وبعدها بفترة قرر والده أن ينفصل عن والدته، فحزن الإسكندر بسبب ذلك وأصبح يكره والده. وعندما تخلى الإسكندر عن والده كان واثقا من نفسه لدرجة تجعله يعترف بأنه أفضل من والده، وأراد الإسكندر أن يثبت ذلك للجميع. اتصف الإسكندر بانعدام الرحمة، فكان قلبه أشبه بالحجر، وعلى الرغم من ذلك كان يتسم بالشجاعة منقطعة الحدود. قاد الإسكندر جيشه ضد الفرس، فقام بتدمير بلادهم بالكامل، ليقوم الإسكندر بإنشاء واحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات. عاد الإسكندر إلى مصر، وبدأ حلمه يتحقق في إنشاء مدينة خاصة به أطلق عليها اسم الإسكندرية. لم تكن الإسكندرية مجرد مدينة عادية، بل كانت مركزا عظيما حضاريا. تحتوي الإسكندرية أيضا على واحدة من عجائب الدنيا السبع، وهي منارة الإسكندرية. في عام 331 قبل الميلاد خاض الإسكندر معركة شرسة ضد داريوس، وهو قائد للفرس، وقام بتدمير إمبراطوريته بالكامل. وعلى الرغم من الانتصارات الهائلة التي حققها الإسكندر، إلا أن هناك قائدا من قادة جيشه كان يريد التخلص من الإسكندر، وتم القبض عليه. في البداية قام الإسكندر بتعذيب هذا الشخص ثم قتله. وفي عام 327 قبل الميلاد تزوج الإسكندر وأنجب طفلا، ولكن لسوء الحظ فإن هذا الولد قد مات. بعدها قرر الإسكندر أن يقوم بتوسيع إمبراطوريته واتجه نحو الهند. تعارك الإسكندر مع أحد الملوك هناك، ولكن جيشه تعرض للهزيمة، ومات عدد كبير من جنود الإسكندر في الهند. لم تكن هذه هي بداية المأساة بالنسبة للإسكندر، فقد كان يملك حصانا يحبه كثيرا، وكان يلقبه بالحصان الأسطوري. فقد مات هذا الحصان، وحزن الإسكندر حزنا شديدا لدرجة أنه أعد للحصان جنازة فاخرة وكأنه أحد قادته. وخلال عودته إلى موطنه قام ببناء 12 من الأعمدة، وكان سبب بناء هذه الأعمدة هو جعل الأجيال القادمة تعلم إلى مدى وصل الإسكندر، وكم عدد الحروب والمعارك التي فاز بها في حياته، كدليل على قوته. وكان الإسكندر يحلم بالتوسع غربا، ولذلك كان يأمر قادته في الجيش أن يتزوجوا من الفرس حتى تزداد قوته. فذات مرة أقام الإسكندر حفل زواج ضخم، حيث تزوج 90 من رجال الإسكندر 90 فتاة من الفرس. وكان الغرض من هذا الزواج زيادة قوة جيش الإسكندر حتى يعزز من تقدمه وفتوحاته. بدأت نهاية الإسكندر في عام 324 قبل الميلاد، حيث بدأ جيشه في التمرد عليه ومخالفة أوامره، لتبدأ جميع أحلام الإسكندر في التحطم أمام عينيه، حتى أصيب بمرض الحمى وتم دفنه في مدينة الإسكندرية. يذكر أنهم تولوا الحكم لفترة مؤقتة حتى تقرر مقدونيا من هو الأحق بأن يرث عرش الإسكندر الأكبر، لتنتهي بذلك قصة أحد أعظم الأساطير التاريخية، والذي بنى لنفسه إمبراطورية لا مثيل لها، إمبراطورية بثت الرعب والفزع في قلوب الأعداء. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.